صباح الخير يا بنات. قمت من النوم عندي طاقة سلبية رهيبة. قلت اعمل لنفسي مشروب كده انا بحبه واشغل قرآن وبخر الشقة واوريكم كده كام حاجة انا جبتها غيرت بيها الشقة وحسيت براحة نفسية. الحاجة دي لسه جايلي النهاردة، انا لسه عاملاها في الشقة مثلا من ساعتين كده. تمام. عملت المشروب بتاعي طبعا اللي انا بعشقه. وبعد كده قلت هدخل اقعد في البلكونه شويه. خدت طبعا المج اللي انا بحبه جدا عشان فيه صوره تيتا الله يرحمها، وفضلت واقفه في البلكونه شويه ومشغله قرآن. وطبعا المنظر من عندي يجنن. بحس براحه نفسيه في البلكونه بتاعتي قوي، وكمان بحب الشتاء قوي. انا بحب جو الشتاء قوي قوي يا بنات، قوي فوق ما تتخيلوا. والاوردر اللي جالي النهارده فعلا حسيت ان هو غير حياتي. فضلت قاعده كده شويه اشرب طبعا المشروب بتاعي، وبعد كده هقوم اوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها في الشقه. حاجات بسيطه قوي بس حلوه جدا. طبعا القط قاعد لو انتوا شايفين ايده وقع البوكس بتاع الشطرنج بتاعت ادهم، فاحنا هنتنفخ بعد اللايف ان شاء الله بعد الفيديو. بس فضلت قاعده كده، وبعد كده هاخدكم بقى وادخل جوه. قعدت كده مثلا يا بنات زي ساعه والله العظيم بجد، بس ارتحت نفسيا جدا. تعالوا بقى. هنا شغلت طبعا صورة البقرة وكانت الولعة اشتغلت، فقلت اما ابخر. حطيت بقى البخور اللي انا بحب اشم ريحته قوي. هو مدي على عود كده يا بنات، جايلي من الامارات بس حلو قوي. قلت بقى اما ابخر وسيبته كده مع نفسه، وهوريكم بقى انا جالي اوردر ايه. والحاجات دي غيرت لي الشقة تماما. فضلت بصراحة من الصبح كده عمالة سنتف فيها. انا من الناس اللي بحب الحاجات بتاعة الشقة قوي. جالي الطقم بتاع الانتريه ده. الطقم بتاع الانتريه ده انا كنت بشوفه على النت منه الشعبي، وجبت الشعبي ورجعته تاني. الطقم ده تقيل قوي وثابت على الانتريه جدا يا بنات، جدا فوق ما تتخيلوا. انا بجيب حاجات الشقة بتاعتي كلها من البيت التركي، وجبت بتاعه التسالي دي اكلارك يا بنات، واللي فوق دي كريستال تقيله قوي. تمام. ودول كانت بعتهم لي قبل كده برضو شيماء اللي في البيت التركي. دول زي بقى بترمي فيها بقى القشر بتاع التسالي، عايزه تحطي فيها حاجه تقطعي فيها فاكهه ايا كان. انا بوريكم بقى طقم الانتريه حلو قوي بصراحه، فرحانه بيه. واللون بتاعه جديد عليا. في طبعا الالوان كلها بني وموف وفوشيا واسود، بصوا كل حاجه وكافيه كل حاجه. بس انا اللون ده كان جديد عليا لاني كان عندي مفارش الانتريه قبل دي كانت مديه على اللون الكافيه. بصوا بصراحه حسيت ان هي غيرت الصاله عندي جدا، او الريسبشن ايا كان. وحبيتها قوي 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 فوق ما تتخيلوا. وجبت طبعا اللي هي المنظم ده للحمام، لان لما كنت باجي اشطف توتي سوري على الحوض او ايا كان، كانت تفضل توقع لي معجون السنان وتوقع لي الحاجه، وانا بقرف جدا وبحب الترتيب فوق ما تتخيلوا. جبته وحسيته كده غير الدنيا معايا. وبصوا الحوض بقى فاضي وجميل وشكله نظيف وكل حاجه، عشان انا مرتبه الحاجه في منظم الحمام دي. ومنظم الحمام ده انا كنت جايبه منها قبل كده المطبخ، هوريها لكم. وبعتت لي الطقم ده برضو يا بنات. ده انا مشترياه تمام منها. ناعم قوي وانضف من اللي كان عندي بكتير. حلو قوي قوي يا بنات، وناعم قوي تحسي انت عايز تقفي عليه كده. بعد ما بتاخدي الشاور تحسي انت عايز تفضلي واقفه عليه. حلو قوي برضو. تسلم ايدك يا شوشو. ده انا جايباه من البيت التركي. وكمان غير لي شكل الحمام عندي، وما جبتوش فاتح علشان ما شاء الله يعني احنا اسهل حاجه عندنا ان احنا نوسخ الحاجات دي. تمام. كنت جايبه منها الطقم الاصفر ده قديم، وكنت جايبه منها دي برضو قديمه. منظم كده برضو جبته للمطبخ عندي. حاطه فيه بقى الصوصات، وبحط فيه اي حاجه حاسه ان هي مثلا ملهاش مكان. زي الحاجات بتاعه التوابل دي. الطقم كله عندي اتكسر، ففضل الاتنين دول. بعشق حاجاتها، جايبه منها العلب دي. حاجاتها كلها نظيفه قوي بجد بجد يا بنات. وحسيت كده ان حاجاتها لملمت ونظمت الشقه. طبعا كنت جايبه منها برضو الحاجات اللي بحط فيها السناكس او التسالي ايا كان. دي برضو كنت جايباها منها 3، ودوتي كسرت واحده كالعاده يعني، وانا باكلها فيها السناكس راحت مكسراها.
وبس كده يا بنات، وصباحكم زي الفل. ويا ريت اي واحده عايزه اي حاجه ليها علاقه ببيتك ادخلي عند شوشو البيت التركي، تلاقي الاسعار حلوه قوي. باي باي.